مننا الجو يعني حظ البلد كده شويه. بره الموضوع طبعا يا جماعه، انا بره الموضوع. يا معلم انت منورنا. حظ البلد كده ان هي يعني انه سبحان الله ان الفنانين اللي ليهم ذكرى كده في حياتنا، والفنانين السوبر ستارز قوي او المميزين في مجالاتهم من عندنا يعني. لا مش كلهم، بس من يعني عندنا يوسف المهمين شاهين من فيهم. اسكندريه، راجل ناس ضيف كتير يعني. بتبهدله. لا ما ينفعش، ماشي الحق حق. الشرف مش ليا. كلهم يعني. الشرف ليا يعني. لا طبعا بالتوفيق ان شاء الله، هيبقى ليك مستقبل قوي جدا. ربنا احكي لنا يخليك. بدايتك بقى مع الغنى بدات ازاي؟ والله هي الحكايه زي اي طفل يعني، اهله بيكتشفوا انه بيعرف يغني. يمكن شويه الاطفال التالنتد شويه الموهوبين بيبقى عندهم سرعه حفظ شويه، واحنا صغيرين كنا محظوظين قوي بماتيريال غنائي نقدر نحفظ منه ونقدر نسمع منه ونقدر نردده. يمكن الاطفال الايام دي مش ما عندهمش ده يعني. كل دول وما عندهمش. لا كل صدقني. المطربين دول ما عندهمش الكلام. يمكن احنا واحنا صغيرين كان في حاجات كمان مش بس اغاني موجهه للاطفال، كان في عندنا الفوازير مثلا، كان في اعلانات مميزه، كان في حاجات كده تخلينا واحنا اطفال نحب المزيكا اسرع ونسمعها في اكتر. حاجات كانت لينا فعلا بجد. في سؤال جاي على بالي اسالك، هو قول يا كابتن. بحر الفن دحين في الوطن العربي جدا كبير، ده حقيقي. هل كل اللي صوته حلو يطلع يغني؟ كل اللي صوته حلو مش بس، لا ما اعتقدش يعني. هو اي نعم، الغنى هو الصوت، الغنى هو الصوت الحلو، بس المطرب يعني بالنسبه لي انا هو زي ما هو صوت، زي ما هو هنا شاطر، زي ما احساسه هنا طالع شاطر. لازم يكون كمحتوى كامل. ده حقيقي. وكمان مظهره يعني، حتى مظهره لازم يكون مكمل، بس ما يبقاش هو النمبر 1 يعني، ما تبقاش هي الفكره الاساسيه انه عشان هو شاب امور شويه، او عشان هي بنوته دلوعه شويه او لطيفه شويه يبقى هو ده الستار وهو ده المطرب. احنا هنتكلم بقى على الموضوع ده بالتفصيل ونشوف انت شايف ايه يعني المقامات اللي عندك كامله مثلا، ولا في حاجه معينه محتاج انك تزودها شويه في الحاجات اللي انت اتكلمت عليهم. ولكن هنروح دلوقتي تقرير نشوف كليب عن علي الألفي ونرجع تاني نكمل روتانا كافيه. ورجعنا مرة تانية لكل أصدقائنا في روتانا كافيه، وحلقتنا مستمرة معانا المطرب علي الألفي. كنا بنتكلم على المقومات وأنت بتقول المطرب أو الفنان لازم يبقى عنده مقومات كتير. أنت شايف إيه أكتر حاجة متميز فيها عندك إيه؟ يعني صعب قوي إن أنا أعرف أقيم نفسي، أو بس يعني شوية لازم تقيم نفسك. أنا بعمل كده أحسن لك إن أنا ويمكن ببقى أقسى على نفسي، وببقى يعني متعب لنفسي في نقدي شوية أكتر من الآخرين. يعني طبعا ان انا بحاول ان انا احسن في مظهري على قد ما اقدر. في نقطه كده معينه انت عارفها يعني، كلنا يعني بحاول دايما دايت يعني، يا رب ينجح بقى. عشان انا الرياضه على فكره فشلت فشل ذريع في حاجات لا بالعكس، حاول باذن الله تنحف يعني. بس انا سمعت ان النحف احيانا ياثر في الصوت، ولا الصوت النحف لما الرفع بترجم له. بالنسبه يعني مش عارف، لا هو يعني الصوت هو الصوت يعني، زي ما ربنا خلقك كده، ربنا مديلك صوتك طالع ازاي ومديلك احساسك طالع ازاي، وانت بتعرف تطلع صوتك ازاي وتغني ازاي. مش هيفرق بقى فيها تخين رفيع طويل قصير يعني، هي مش طب تمام. على وقت حكينا عن الحفله اللي انت سويتها في ساعه الصاوي. ايوه. ايش قصتها الحفله دي كان اسمها علي الألفي التاني، هي تاني حفله ليا بعد ما كونت الباند الخاص بيا. انا بقالي 4 سنين بغني مع مجموعه من الفرق، اسمها الفرق المستقله، اللي بنقدم عروضنا في ساقية الصاوي وفي الاوبرا. منهم طبعا ايامنا الحلوه يعني، اللي هي سوبر ستار الفرق دلوقتي. طبعا اكيد. وحبيت ان انا يعني اقدم ذوقي الشخصي، حبيت ان انا اقدم خط معين كده، لان كل فرقه بيبقى لها ذوق معين، او كل فرقه ليها اتجاه معين ماشيه فيه. انا حبيت شويه ان انا اقدم بقى ايه وجهه نظري في المزيكا، من خلال الحاني ومن خلال كلماتي او كلمات شعراء تانيين، ومن خلال الاعمال المعروفه لنجوم انا بحبهم برضه. علي احنا طبعا عرضنا جزء من الكليب، بس كان في مشكله عندنا في الصوت، فهو دلوقتي جاهز، هنروح نتفرج الكليب ونرجع تاني نكمل. عايز اقول لك انا نفسي اتفرج عليه جدا. لا هنتفرج عليه دلوقتي وهنسمعه ونرجع تاني نكمل روتانا كافيه، بس بعد الكليب بتاع علي. كسر يتطور
والحزن هيروح ويجينا فرح وليد اللي انكسر يروح هنلاقيه جديد والحزن هيروح. انا اكشلي بشتغل مهندس مش مطرب يعني، بس هو الغنى هو يعني الحاجه الحلوه اللي في حياتي يعني. انا بقالي 4 سنين بغني مع اكتر من فرقه من الفرق اللي بتقدم حفلات هنا في ساقية الصاوي وفي الاوبرا، ومؤخرا يعني كونت الباند الخاص بيا بقدم من خلاله يعني ذوقي وجهه نظري في المزيكا من خلال اعمالي ومن خلال اعمال الاخرين يعني. الاعمال معروفه. رجعنا لكم بعد ما شفنا هذا الكليب، بس دحين نبغى سمعنا الصوت في الكليب، بس ايش الصوت في اللايتنج وفي الفوست بلاتو؟ الحر الرهيب. نبغى نشوف كيف صوتك، كيف حيكون ادائك فيه. ممكن تسمعنا شيء؟ تحب تسمعي؟ غني يا واحد اللي انت عايزه. طيب انا يعني عايز اقول لك انا من الصبح النهارده في اغنيه بدندنها ومسيطره عليا جدا. يعني جاي متدرب؟ لا والله مش متدرب، هي اغنيه مسيطره عليا جدا لدرجه ان انا يعني نفسي اغنيها دلوقتي. اغنيه مين؟ سمعت البوم انغام الجديد؟ لا لسه. البوم وهمي يا معلم، لازم تشتريه يعني. انت هتغني انهي واحده فيهم؟ لو نصارح بعض. لو نصارح بعض. لو نصارح بعض نسمع. لو نصارح بعض في بداية لقانا، لو في يوم ملينا أو ضعنا في هوانا، نتفق نبعد وننسى كل شيء. الفراق أهون كتير قوي من الخيانة. لو نصارح بعض في بداية لقانا، لو في يوم ملينا أو ضعنا في هوانا، نتفق نبعد وننسى كل شيء. الفراق أهون كتير قوي من الخيانة. كل واحد يمشي حر، ليه نعيش في عذاب ومر. الفراق جرح لحظة والخيانة جرح عمر. حلو جدا. انت عارف ان انغام حلمي مصر يعني من اشهر الموسيقيين بتوع مصر. قال ان انغام اذكى صوت في مصر، يعني هي ذكيه جدا في اختيار العرب وامتى تلون في صوتها والكلام ده. انا كنت مستني اشوف هتعمل ايه بالذات لانغام، يعني اغنيه مش سهله كمان. بس يعني ما شاء الله كان صوتك حلو. يعني عايز اتكلم ان انغام بالنسبه لي مش مجرد مطربه كده بينزل لها البوم كل سنتين وخلاص، لا يعني اعتقد ان احنا كل الوسط الغنائي المصري بيفتخر بان انغام دي واحده منه. الست دي بتعرف تختار حلوه قوي، بتعرف تختار تجارب كلنا عشناها وكلام جديد وافكار جديده ما اتغنتش، بس مع كواليتي عالي جدا ومع مزيكا عاليه جدا. فيعني انا بهني كل الفانز والجمهور انغام بجد بالالبوم الجديد. طبعا احنا راح نسالك سؤال انه مين هو قدوتك في الغناء العربي القديم والجديد، وحنسمع شويه قديم وبعدين نسمع الاغنيه السنجل اللي انت كتبتها، بس نروح لبريك ونرجع لكم ثاني. فنان العرب محمد عبده. الخميس 23 يوليو موعدكم مع فنان العرب محمد عبده في عمان الأردن، صالة الأرينا، جامعة عمان الأهلية. نجمة شيرين عبد الوهاب في تونس.